النهاردة هناخد مع بعض أهم 3 أفعال في اللغة الأسبانية، هما سير وتينير ويامارسي. هنعرف معناهم، التصريف بتاعهم وأشهر استخداماتهم. وعلى آخر الفيديو هتعرف تكون جملة بالأسباني لنفسك من خلال الأفعال دي. بس قبل ما ندخل على الأفعال محتاجين نعرف الضمائر الشخصية. ليه نعرفها؟ لأن في الأسباني الفعل ملوش شكل واحد، شكله بيتغير مع كل ضمير. تمام. الضمائر الشخصية اسمها los pronombres personales. أول واحد yo معناه أنا، tú أنت، él ella usted، él ella usted. دول بياخدوا نفس التصريف. él معناه هو، هي، وأستاذ صيغة الاحترام للمفرد. nosotros نحن، nosotras اللي آخرها OS للمذكر و AS للمؤنث. vosotras أنتم نفس الكلام، مذكر والمؤنث. ellos ellas ustedes هم وهن، وustedes صيغة الاحترام الجمع. تمام. عرفنا كده الضمائر los pronombres personales. في حاجة محتاجين نعرفها عن تصريف الأفعال، وهي ان في الاسباني مقسمين الافعال، نهاية الافعال ل3 مجموعات. كل مجموعة بتنتهي بتصريف مختلف، وكل تصريف ليه مجموعة التصريفات بتاعته اللي بياخدها بعد ما نشيل النهاية. 3 conjugaciones. primera conjugación بتنتهي ب AR، والسegunda conjugación التانية بتنتهي ب AR، والترثيرة conjugación بتنتهي ب ER. احنا طبعا لما نيجي نصرف الفعل بيتكون من جزئين، الرئيس اللي هو الجزء اللي هو أصل الفعل، والإضافة اللي هو نهاية الأفعال AR AR و ER، وكل جروب ليه النهايات بتاعته. أول جروب بينتهي ب O as a amos ايس ان او as a. هناخد مثال على أول مجموعة، هو الفعل كانتار معناه يغني. هنحذف النهاية زي ما اتفقنا، هنضيف النهايات التانية مع الضمائر. كانتار كانتو كانتاس كانتا كانتاموس كانتايس كانتا. يبقى كانتو كانتاس كانتا كانتاموس كانتايس كانتا. ندخل لتصريف النهايات بتاع المجموعة التانية، تنتهي ب O S A amos AS N O S A amos AS N. ناخد مثال عليها زي فعل comen، como comes come comemos coméis comen. ندخل لنهايات المجموعة الثالثة اللي بتنتهي ب ER، O S A imos ES N O S A imos ES N. ناخد مثال زي فعل بيبير يعيش، بيبو بيبس بيبي بيبيموس بيبيس بيبن بيبو بيبس بيبي بيبيموس بيبيس بيبن. وطبعا المجموعة الثالثة شبه المجموعة التانية شوية كده، في اختلافات بسيطة. ودلوقتي بعد ما عرفنا los pronombres personales وعرفنا التصريف الأفعال، هندخل على 3 أفعال بتوعنا. أول واحد سير. سير معناه يكون بالعربي. تصريفه ايه؟ soy eres es somos soy son soy eres es somos soy son. وطبعا انت ملاحظ ان التصريف مختلف، سير اخره اير بس النهايات مختلفة. وده ليه؟ لان السير من الافعال الشاذة غير المنتظمة، يعني الكلام اللي انا قلته مش هينطبق عليه، هينطبق على الافعال المنتظمة. اما سير فعل شاذ. تمام. سير ده بنستخدمه فين؟ نستخدمه في حاجات كتير، زي مثلا المنشأ. yo soy de Egipto، انا من مصر. yo soy de Egipto، انا قلت المنشأ بتاعي. الجنسية soy española، يعني انا اسبانية. soy española. soy egipcia، انا مصرية. soy egipcia.
ليه هنقول الوظيفة المهنة بتاعتك. soy médico soy médico أنا دكتور. soy profesora أنا مدرسة. soy profesora. وفي استخدام تاني هو الوقت أو الأرقام. يعني مثلا لما هقول الساعة، عايزة أقول الساعة 3:30. son 3:30 son 3:30. es la una ساعة واحدة. فهستعمله مع الأرقام أو الوقت. دي كده بالنسبة لي أشهر استخدامات للفيربو سير. ندخل على الفيربو تنير، وهو معناه يمتلك. بس ساعات بيتغير على حسب، يدخل في تعبيرات معينة معناه بيتغير عن كده، بس هو معناه الأساسي يمتلك. التصريف بتاعه هو برضو فعل شاذ زي سير. التصريف بتاعه tener tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen. استخدامه في ايه؟ من اسمه استخدامه الأساسي اللي هو في الامتلاك، الملكية بتاعته. yo tengo un coche azul. أنا عندي عربية زرقاء. yo tengo un coche azul. تمام. مثلا برضو لو عايز تتكلم عن عيلتك، yo tengo una familia grande. أنا عندي عيلة كبيرة. yo tengo un hermano. أنا عندي أخ. ده في الامتلاك. وفي استخدام مهم كمان لتنير اللي هو لما تيجي تتكلم عن سنك. يعني مثلا tengo 21 años. أنا عندي 21 سنة. tengo 10 años. عندي 10 سنين. يبقى نستخدمه مع السن. نستخدمه استخدام تاني مع الحالة المزاجية أو الشعور. tengo sed. أنا عطشان. tengo frío. بردان. هنا تنير ملهاش ترجمة حرفية، بس هنا بنستعملها في الاستخدام ده. tengo hambre. أنا جعان. واخر فعل معانا اللي هو يمارسي معناه يسمى. هنقول الاسم بتاعك، يعني انا اسمي كذا ميامو. التصريف بتاعه كالاتي: ميامو te llamas se llama nos llamamos os llamáis se llaman. مرة تاني: me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. بمعنى يسمى أو يدعى. وهنا طبعا هنا فعل منتظم، بس في حتة اللي هو ده فعل منعكس، مي وسا وتا كده، دول هناخدهم بعدين، بس احنا نحفظ تصريفه بس. هقول اسمه. لو هسأل حد اسمك ايه؟ ¿Cómo te llamas؟ لو هتكلم عن اسم me llamo. احنا دلوقتي خلصنا الافعال بمعناهم واستخداماتهم والتصريف، بس في حاجة كده مش عارفة لاحظتوها ولا لا. اكيد لاحظتوها، هي الضمائر الشخصية. انا قلت me llamo آية، ليه ما قلتش yo me llamo آية؟ احنا في الاسباني احنا مش مضطرين اللي احنا نقول الضمائر دي، احنا مجرد انت عرفت التصريف بتاع الفعل هو معروف. الاو دي بتاخد يو، نهاية الفعل يامو مع يو، فانا مش محتاج اقول يو ميامو الا في حالات يعني للتأكيد وحالات بسيطة خالص. تمام. يعني كده مش هستخدم الضمائر، هعرفها من نهاية الافعال. ايه تاني ممكن استخدم الضمائر؟ يعني ضمائر زي ال وآية، احنا قلنا دول بياخدوا نفس التصريف، فانا هعرف ازاي هو بيتكلم عن مذكر ولا مؤنث، هو ولا هي، فانا لازم اعمل الضمير. وبرضو نفس الكلام في ايا وايوس. بس كده، دي كانت ملحوظة عندي. احنا من خلال 3 افعال دي ممكن مثلا نعمل تقديم عن نفس بسيط، يعني زي me llamo آية.
استخدمت llamarse. tengo 21 años. استخدمت tener. soy egipcia. أنا مصرية. استخدمت ser. يبقى احنا كده استخدمنا عملنا جمل بالأسباني بسيطة. وبس كده كل اللي عايزين ناخده النهاردة خدناه.